ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة ومتابعة القناة ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا. حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل للجولة الخامسة في مرحلة دوري أبطال أوروبا. طبعا دي المرحلة اللي بتبقى شبه يعني مرحلة الدوري أو مرحلة المجموعات اللي بتكون كل فريق بيلعب 8 مباريات. خلاص كده خلص منهم 4، يعتبر مباراة الذهاب أو أيا يكن، وفاضل زيهم 4 مباريات تانيين بس مع فرق مختلفة مش مع نفس الفرق. طبعا في البداية طبعا احنا بقالنا كتير ما بننزلش فيديوهات، بنتأسف. طبعا ان شاء الله في الأيام القادمة طبعا هيكون في فيديوهات كتيرة، ولكن طبعا عشان يبقى في فيديوهات كتيرة واكون دايما معاكم عايزين طبعا الدعم طبعا المستمر للقناة، وطبعا اللايكات وعدد المشتركين يزيد طبعا، وان شاء الله نوصل لعدد كبير من المشتركين، وان شاء الله طبعا انا هكون معاكم في كل وقت. طبعا في البداية طبعا انا زي ما قلت لكم مش بناخد كل المباريات، لان في مباريات كتيرة بتكون خصوم ضعيفة، فمش هيبقى في عندي كلام فني في المطوشة او توقع. فبناخد بس اتقل المباريات واهم المباريات للفرق الكبرى في دوري الابطال، اللي بنسبه كبيره الفرق اللي هتتاهل بنسبه كبيره في المراكز الاولى، وبنسبه كبيره الفرق المرشحه للبطوله. في البدايه طبعا المباريات بتبقى مقسمه على يومين، الثلاث والاربع. طبعا انا جمعت لكم تقريبا من يوم الثلاث 3 ماتشات جامدين جدا، ومن الاربع 3 مباريات جامدين جدا. يعني 6 مباريات هنتكلم عليهم باستفاضه طبعا فنيه وباستفاضه تحليليه، وهنختم حلقتنا. في البداية طبعا مباراة مانشستر سيتي وفاينورد. مانشستر سيتي طبعا بالرغم من أداء المتذبذب جدا في الفترة الأخيرة مع جوارديولا وهزيمته في الجولة الماضية أمام فريق سبورتنج لشبونة، وعدم مقدرة الفريق على الفوز وخسارته سكور كبير 4-1، ولكن أنا شايف مانشستر سيتي عنده مباراة أمام فاينورد يقدر يكمل. يقدر يكمل. هل يقدر ان فريق السيتي يفوز على فاينورد؟ يقدر السيتي يفوز على فاينورد. فاينورد فريق كويس، مش هنقدر اقول انه فريق وحش، فريق رائع في الدوري الهولندي مقدم شغل كويس، ولكن طبعا الفرق الهولنديه مقارنه بالفرق الانجليزيه مفيش مقارنه. فمن الصعب جدا ان فاينورد يفوز على مانشستر سيتي حتى والسيتي في اسوأ احواله. فاينورد ممكن يلعب ماتش قوي، ممكن يعمل شغل كويس ممكن، ولكن السيتي بنسبه كبيره هيفوز على فاينورد 3-1 وهيحقق 3 نقاط في دوري ابطال اوروبا عشان يرجع تاني لسلسله الانتصارات حتى لو على فريق مش اقوى حاجه. بعد كده في ماتش بين برشلونة وبريست. بريست طبعا فريق بشكل عام مش فريق جامد، فريق متوسط إلى حد ما. فريق الكل توقع ان هيكون من الفرق اللي هتخرج بسهولة من البطولة، ولكن انا شايف بريست فريق السنة دي عنده روح، عنده قتالية، عنده اداء كويس جدا. فريق متوسط ما قلناش حاجه، لكن بيحارب وبيقاتل وعايز يوصل للتاهل، فده حقه طبعا وحق مشروع. ومش شرط ان الفرق القويه هي اللي تتاهل، بس طبعا النظام الجديد ده ممكن الفرقه قويه تتاهل، ممكن الفرقه ضعيفه تتاهل، ممكن الفرقه تتاهل بشرط ان الفريق يقدر يجمع نقط. فبريست يقدر يجمع نقط وبيجمع نقط كويس جدا، ولكن في مواجهه خصم قوي زي برشلونه هيكون صعب. برشلونه متذبذب في الفتره الاخيره، تعادله في الدوري خصوصا مع سيلتا فيجو في الجوله الحاليه، وقبل توقف الدوري طبعا هزيمته من ريال سوسيداد. ابتدى الفريق تراجع نسبيا، اصابه يمين يامال، بعض مستوى الفني الضعيف شويه لعيبه خط الدفاع سواء كوندي او انيجو مارتينيز اللي ابتدى مستوى متراجع جدا. ولكن بالرغم من كل مشاكل برشلونة، عدم جاهزية بالدي ممكن يبدأ الماتش ممكن ما يبتديش، المستوى الكارثي للاعب جيرارد مارتن الظهير الأيسر. ولكن برشلونة يعني في مباراة أمام بريست هيكون صعب على بريست الفوز على برشلونة. برشلونة بتاريخه بأسماء التقيلة اللي عنده بردك، بوجود ليفاندوسكي، بوجود رافينها، بوجود الفريق، وبوجود هانس فليك طبعا اللي مش من السهل انه تعثر كذا مباراه ورا بعض. وبريست بردك مش الخصم القوي. بريست خصم بيقدم اداء كويس في البطوله، ولكن لسه بردك الفرق دي مش من السهل انها تفوز على برشلونه. فبرشلونه هيفوز، وهيفوز بسكور، هيفوز 4-1 على بريست الفرنسي. نروح بعد كده الى ماتش قمه حرفيا، بايرن وباريس. الماتش ده شفناه ماتش قوي جدا. في اخر كام سنه اتكرر ممكن 4 او 5 مرات، بنسبه كبيره الافضليه كانت للبايرن طبعا، سواء كان في نهائي 2020 في الفوز بهدف جنجيز كومان، او كان في السنه الاخيره طبعا لميسي ونيمار في باريس طبعا قبل الرحيل، ساعة طبعا ما قدر
بايرن يفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء ذهابا ايابا. وباريس ما تفوقش على البايرن في الاوقات الاخيره غير في مره واحده فقط، وكانت في ماتش 3-2 طبعا اللي سجل امبابي هدفين وماركينوس هدف. وسجل طبعا للبايرن وقتها تشوبو موتينج ومولر، وكان سجل شوبو موتينج في العوده، ولكن باريس اتاهل طبعا بفضل كان لسه النظام خارج الارض هدف، خارج الارض هدفين، وقدر باريس يتاهل عن الطريقه دي وخرج بعد كده من السيتي في 2021. ولكن بالنسبه كبيره بايرن وباريس في الفتره الحاليه، البايرن ما بقاش بايرن 2020 طبعا، عشان لازم نعترف بالنقطه دي، ما بقاش بايرن 2021 الفريق المرعب. باريس بردك ما بقاش الفريق اللي كان فيه ميسي ومبابي ونيمار وماركينوس وراموس وفريق واشرف حكيمي، والفريق ده في اسامي في الفريق، في اسامي، في كولوماني، في عثمان ديمبلي، لسه في لعيبه، ولكن الفريق عنده تذبذب جامد هجوميا خصوصا. الفريق هجوميا انا مش شايف عنده مهاجم تقيل. جونزالو راموس اوقات بيبتدي كمهاجم، شويه رونالدو كولوماني بيبتدي، شويه بشوف ليكينج ان طبعا اللاعب الكوري الجنوبي طبعا بيخش كمهاجم، اوقات بشوف ماركو اسانسيو بيخش كمهاجم، ففي لخبطه جامده في الفريق الحقيقه. عثمان ديمبلي بردك مش اللاعب اللي اعتمد عليه قوي. طبعا ان انت استغنيت عن ميسي ونيمار وكده وتعوضت طبعا بعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، طبعا المستوى متميز الحقيقه، برادلي باركولا مستوى متميز، ولكن لسه الخبرات بردك والمستوى مش اعلى حاجه. وجود لاعب زي دوزوي دوي طبعا اللاعب اللي جه طبعا الجوهره طبعا، هو لاعب ممتاز ما قلناش حاجه، ولكن مستواه الفني مش اعلى حاجه. فالبايرن بالرغم من كل المشاكل اللي عنده، ولكن وضعه احسن من باريس كتير في الفتره الحاليه، خصوصا في الدوري المحلي وكمان في دوري الابطال. من حيث الاسماء، وجود هاري كين بردك، وجود مولر، وجود بردك اسامي لسه موجوده في الفريق، حتى لو الفريق مش في افضل احواله والفريق متذبذب، فالمباراه دي هتكون ايه، متكافئه الى حد ما في المستوى. ولكن البايرن هيقدر يخطف بنقطه ايه، خبره اللعيبه اللي عنده، تميزهم، لهم سن على لعيبه باريس، الفكر شويه عند البايرن، اللعيبه اقوى شويه من البايرن، وبشكل عام البايرن دايما بيكون كعبه عالي عن باريس بالنسبه. فانا شايف البايرن حتى هو في احوال مش احسن حاجه هيقدر يفوز على باريس مش اقل من 2-0. واحد اتنين مباراه كده زي مباراه ارسنال وباريس. طبعا انا كنت متوقع في البدايه ان باريس هيعمل شغل جامد، ولكن للاسف باريس مش مقنع تماما. باريس اداؤه ضعيف جدا، باريس بيخسر من اتلتيكو مدريد الجوله الماضيه باداء يعني مش احسن حاجه. الفريق ما عندوش مهاجم، يعني الفريق بيخلق فرص وما عندوش مهاجم. الفريق في وجود امبابي، ميسي، نيمار، ما كانش قادر يوصل لحاجه. فهل دلوقتي الفريق في وجود طبعا لعيبه كويسه زي دوزي دوي طبعا وبرادلي باركولا وكولوماني ودول هيوصل لحاجه؟ فصعب طبعا. وممكن باريس يكون السنه دي بنسبه كبيره هيخرج من المركز اللي بعد المركز التاسع ل 24، وممكن يتاهل عن طريق كده، او ممكن بنسبه كبيره ما يوصلش كمان لمراكز ويتخرج بدري. واذا تاهل بنسبه كبيره هيخرج بدري، لان باريس مش فريق بطولات للاسف، وانا بقولها ممكن يكون فريق بطولات محليه ولكن مش فريق بطولات اوروبيه. بعد كده ماتش يهمني قوي طبعا الانتر وارب لايبزيج. الانتر مستواه متذبذب في الفتره الاخيره. الفريق كسب 5-0 على فريق هالسي فيرونا، ولكن الماتشة اللي قبل التوقف الدولي اداء الانتر ما كانش مقنع. فوز على الارسنال في الجوله الماضيه من دوري الابطال عجبني ما قلناش حاجه، ولكن اداء برضك ما كانش احسن حاجه. اداؤه امام نابولي وتفريطه طبعا في الفوز، وطبعا ضربه الجزاء اللي هدرها كانت شانهالوجلو بردك. فالانتر في بعض المشاكل الفنيه، في بعض المشاكل الفنيه. الفريق السنه دي مش اقوى حاجه في الدوري، او مش اقوى حاجه في الدوري. في دوري الابطال يعني بيدافع اكتر، يعني الفريق محظوظ الحقيقه، سواء في ماتش السيتي كان افضل بكتير وقدر ان هو الانتر يفوز، وقدر يحجم السيتي، وقدر ان ياخد منه نقطه. النقطه طبعا في الاتحاد فوز طبعا مفيش كلام. فوزه طبعا على ارسنال في ملعبه اداؤه مش مقنع، ولكن الانتر من الفرق اللي هي بتعرف تخطف، فطبعا فريق بيعرف يخطف ده شيء كويس. لايبزيج فريق متذبذب شويه السنه دي، هو اداؤه في الدوري مش احسن حاجه، بردك في دوري الابطال شفته قدام ليفربول كان اداؤه كويس ولكن خسر. يعني فريق بيعمل اداء بس ما بيعرفش يحقق انتصارات. فالانتر بالمستوى ده وبالنتائج اللي قدر يحققها قدام ارسنال وقدام نابولي وقدام السيتي، فانا شايف ان الفريق بنسبه كبيره هيخطف هدف، ممكن عن طريق ركله جزاء وتشانهالوجلو بيسجل، عن طريق ركله ثابته وشايفين طبعا تفوق اللعيبه في الضربات الثابته، عن طريق فاول، عن طريق كورنر، عن طريق هجمه ممكن منظمه ويفوزوا. فالانتر هيفوز بنسبه كبيره 1-0 ويقفل الماتش على كده. نروح بعد كده الى مباراه الارسنال وسبورتنج لشبونه. الارسنال طبعا اداؤه كان متذبذب قبل التوقف الدولي. عاد من التوقف الدولي فاز على نوتنجهام فورست بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الفريق ابتدى يرجع لمستواه شويه، عوده ساكا لمستواه، اوديجارد ابتدى يخش في المنظومه. واضح ان الفريق ابتدى يتطور شويه. وبنسبه كبيره سبورتنج لشبونه فريق قوي وفريق كويس جدا، وفوزه الجوله الماضيه على السيتي خير دليل على الكلام ده. ومباراة قوية ما قلناش حاجة، ووجود مهاجم زي فيكتور جوكيريس مهاجم متميز جدا وبيسجل من انصاف الفرص. ولكن ارسنال دفاعه افضل بكتير من السيتي السنة دي، ارسنال بشكل عام افضل من السيتي السنة دي بكتير. فانا شايف ارسنال ولشبونه هتكون مباراة قوية جدا، هتكون مباراة ممتعة، وهتنتهي بنسبة كبيرة بفوز الارسنال 2-1. نروح بعد كده الى اخر مباراة معانا في الحلقة، واللي هنحاول نديها وقت كبير عشان دي مباراة قوية جدا، ليفربول ريال مدريد.
مش هقدر انكر طبعا ان ليفربول السنه دي بيقدم كوره عاليه جدا، بيقدم مستوى متميز جدا. يكفي ان الفريق متصدر دوري الابطال بالعلامه الكامله ب 12 نقطه. في الدوري المحلي الفريق ما شاء الله كل المباريات فوز، 10 انتصارات تقريبا، يعني رقم متميز جدا. تعادل واحد وخساره واحده. تعادل طبعا كان مع ارسنال وفريق برضه كان كويس، وهزيمه طبعا كانت من نوتنجهام فورست بهدف نظيف. يعني لكل طبعا فريق لازم بتبقى له وقعه، فطبعا يعتبر ليفربول اقل فريق في العالم هزيمه واحده طول الموسم، فارقام متميزه لليفربول. ريال مدريد مستوى متذبذب، عنده اصابات كتيره جدا. عنده اصابات كتيره في خط الدفاع. خلاص دافيد الابا بنسبه كبيره ممكن ما يرجعش، خلاص احنا مش شايفينه. ادريم ميليتاو صليبي ثم صليبي تاني، نفس المشكله اللي بنشوفها. فاسكيز بنسبه كبيره مش موجود، وحتى لو رجع مش الظهير الايمن القوي. خط الدفاع بنسبه كبيره ضعيف جدا. خط الوسط يعني في لاعب او اتنين متالقين، ولكن معظم الفريق تعبان. يعني برينجهام عودته في الجوله الماضيه امام لجانس والتسجيل ابتدى يرجع شويه لمستواه. فالفيردي لحد ما مستواه ثابت. تشاوميني مستوى ضعيف جدا. خط الهجوم اصابات، بالكوم اصابه طبعا، رودريجو اصابه فينيسيوس جونيور طبعا. فالفريق ابتدى يقع شويه، وابتدى يحصل له مشكله. ولكن ريال مدريد برضك بيجي في بعض المباريات اللي بيكون الخصم الاقل بيعمل نتائج كويسه، وشفناه في كذا مره امام السيتي بالاداء الجبار اللي كان بيعمله جوارديولا والماتشات التقيله اللي كان بيعملها. في اوقات كتير قوي كان بيكون الاسوء وكان بيفوز، وكان بيبقى اسوء امام البايرن وبيفوز. فريال مدريد مش شرط دايما بيكون الاقوى، في وقت كتير قوي بيكون اضعف وبيفوز وبيقدر يخطف اهداف. فدي وكمان بجانب ان ليفربول ما قدرش يفوز على ريال مدريد في اخر فتره كبيره قوي، يعني من 2018 من ساعه نهائي طبعا اصابه صلاح طبعا، وماتش 3-1 طبعا ما قدرش يفوز ليفربول خالص. لعبوا مع بعض كتير قوي. ليفربول خسر النهائي 2018 3-1، خسر نهائي 2022 1-0، خسر في دور الثمانيه من فريق طبعا الريال 3-1 طبعا في برنابيو. واقوى نتيجه وافضل نتيجه قدر يعملها ليفربول كانت تعادل سلبي في الانفيلد. ثم بعد كده طبعا كانت هزيمه طبعا 5-2 في الانفيلد طبعا في اخر سنه لكريم بنزيما في الريال، وهزيمه في الاياب بردك 1-0 هدف كريم بنزيما. السنه طبعا اللي قدر يوصل فيها الريال الى نصف النهائي طبعا وخرج من امام مانشستر سيتي. فالريال افضليه جامده على ليفربول، له باع قوي على ليفربول. ليفربول السنه دي قوي، وريال مدريد بردك عنده تاريخ كويس، عنده الماتشات القويه دي ان دايما بيكون الخصم الاقل وبيفوز. فانا شايف على مستوى ليفربول وعلى مستوى الفني وعلى مستوى الريال ايضا تراجع مستوى الفني، ولكن في وجهه نظري المباراه بنسبه كبيره هتنتهي تعادل ايجابي 1-1. هتكون مباراه كويسه على فكره. الريال هيوصل وليفربول هيوصل، بس ليفربول بنسبه كبيره مش هيقدر يسجل اكتر من هدف، والريال مش هيقدر يسجل اكتر من هدف، لان الريال امام ليفربول بيكون دفاعيا قوي جدا. بستغرب النقطه دي، حتى وهو دفاعه رايح في داهيه بيكون قوي جدا. وليفربول هو دفاعه اصلا كويس السنه دي، ولكن عنده بعض المشاكل وشفناها امام ساوثهامبتون في المباراه الاخيره في الهزيمه بدخول هدفين في مرماه، وكان ممكن يكون مباراه هزيمه، ولكن قدر طبعا صلاح وليفربول يقلبوها الى 3-2. فبنسبه كبيره المباراه دي هتنتهي تعادل ايجابي 1-1، وهتكون مباراه قويه، هتكون مباراه كويسه. ريال مدريد فريق كويس، ومهما كان ضعيف بيقدر يرجع وبيقدر يحقق نتائج ايجابيه حتى لو هو الخصم الاقل. كده وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا في النهايه ما تنسوش اشتراك في القناه وتابعوا القناه ولايك للفيديو، انتظروا كل ما هو جديد. وان شاء الله في الايام الجايه فيديوهات قويه جدا هنكلمكم عن المنتشر في الدوري الانجليزي، دوري الابطال، الجولات القادمه. طبعا في بطولات طبعا قويه كتير، دوري ابطال افريقيا معانا، كونفدراليه، توقفات اي فريق طبعا عايزين نتكلم عليه نعمل له حلقه معينه، ممكن تكتبوا تحت في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم حلقه مفصله عن اي فريق انتوا عايزين نتكلم عليه. وصلنا نهايه حلقتنا، شكرا على المشاهده وباي.